تقول إيه للناس اللي بتقلق دايمًا على الرزق؟ يعني على طول عندها هاجس إنه طب عيالي، طب بيتي، طب هاعمل إيه لو أنا مُت هيتبهدلوا من بعدي وهكذا. لأ، أنتِ كده مش قلقانة على رزقِك، أنتِ قلقانة على تكاليفِك، إمم. قلقانة على الالتزامات اللي هتبقى موجودة بُكرة، قلقانة أنا هاعمل إيه لمّا إيه يحصل، طب أنا لو حصل لي حاجة مثلًا الأقساط اللي عليَّ دي هتتجاب إزاي؟ إمم. أنتِ مش قلقانة على رزقِك، لأن رزقِك ده هي مكتوب حاجة بقى. مكتوبة لِك وبتاعتِك لوحدِك، ما إمم. فيش حاجة اسمها أنا قلقانة على رزقي، لا، لا، لأ، أنتِ تفتكر إنه فعلًا كل واحد بياخد 24 قيراط والّا في حد مظلوم أو حد بياخد رزق كتير وحد بياخد رزق قليل؟ لأ طبعًا أنتِ واخداهم كاملين مكمّلين، بس إمم. واخدهم في هيئة إيه؟ والله ممكن يبقى أنت معاكش أي حاجة، بس ما عندكش ولا مرض في الدنيا بيستنزفك ماديًا، ممكن يبقى ما عندكش أولاد، بس عندك أهل واقفين حواليك ودايمًا مأيّدينك ومحسّسينك إن أنت أحسن واحد في الدنيا، دي صورة كبيرة جدًا من صور الرزق، إمم. إن أنتِ كمان تبقي سبب من أسباب إن ناس بيوصل لها رزق من خلالِك، هو مش بتاعِك، إمم. بس الرزق ده بيوصل لهم من خلالِك أنتِ، دي صورة كبيرة برضه إن ربنا اختارِك أنتِ عشان توصّلي الحاجة دي للناس دي.